والنور والسرور والصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحة رمضانكم حبيباتي، كل عام وانتم بخير. اليوم جيتكم بوصفة ميني بيتزا اللي يجيو يهبلوا بعجينة تكون طرية مليحة بزاف. راح نبداو ديريكتومون بمقادير العجينة. واش راح نحتاجو لهنايا 2 كيلات تاع فرينة. انا استعملت لهنايا الكيله البول اللي يكون قدر بول تاع الشربة. عندنا معاها 2 كيلات تاع فرينة نديرو 2 مغارف تاع ماكله كبار بيان بومبي تاع نشا. عندنا 2 مغارف تاع ماكله توجور كبار حليب بودره. عندنا لهنايا مغرف تاع ماكله كبيره تكون مملوءه جيدا سكر حبيبات. عندنا لهنايا مغرف توجور كبيره تاع ماكله مملوءه جيدا خميره الكسره. وعندنا لهنايا الملح حسب الرغبه. انا راح ندير 2 مغارف صغار تاع قهوه، سيتادير كل كيله راح ندير فيها مغرف تاع ملح. لهنا بيان سور راح نحتاجو الماء اللي يكون دافي البنات، وراح نحتاجو لهنايا 2 مغارف كبار تاع ماكله معمرين زيت. هذو هما المكونات. راح نروحو نشوفو طريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله ونشوفوا طريقه تحضير العجينه. عندنا لهنايا كما قلت لكم 2 كيلات تاع فرينه. بيان سور الفرينه راح تستعملوا على حسب عدد افراد العائله. تبغيو 2 ديروا 2 كيلات، تبغيو 3 ديروا 3 كيلات. ليسونسيال كيله راه يدير لكم اون طاغ دو بيتزا. نزيدوا الكيله الثانيه. يعني طريقه التحضير سهله بزاف. راح نزيدوا لهنايا كميه النشا، ونزيدوا عليهم حليب بودره. راح نزيدوا السكر، خميره الكسره، الملح برك اللي راح نخليوه هو الاخر. وراح نديرو قلت لكم قدر 2 مغارف تاع ماكله زيت. راح نخلط هاد المكونات مليح مع بعضهم. وراح نجيبوا لهنايا الماء الدافي وراح نبداو نلوحو بروغريسيفمون حتى تلم لنا العجينه اللي تجي ما تجيش طريه بزاف وما تجيش او ميم طون يابسه. دوك نعطي لكم القوام نتاعها. لهنايا يا البنات ما نساوش نلوحو واحنا نبلو في العجينه. راح نلوحو كميه الملح ونكملو نلموها بالماء. وسي بون هكا نحبسو من الماء. وراح نجيو نهبطوا العجينه تاعنا سور لو بلان دو طرافاي. بعد ما نهبط العجينه سور لو بلان دو طرافاي راح نرش لو بلان تاعي بشويه زيت. وراح نلم العجينه تاعي حتى تولي لي ليس. فوالا، وهذه هي العجينه نتاعي. شوفوا لهنايا القوام نتاعها ما تجيش طريه بزاف البنات وما تجيش او ميم طون يابسه. راح نغلف العجينه تاعي بكيس بلاستيكي وراح نخليها حتى يتضاعف الحجم نتاعها باش نجيو ان شاء الله نشكلوا لي ميني بيتزا. ولا هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي ضعف الحجم نتاعها. راح نجيو نديغازيو لاباط. بسم الله. وراح نهبطوها سوغ لو بلان دو طرافاي ونحلوها. لهنا حبيباتي راح نقسم العجينه نتاعي سوغ دو باسكو راح ندير وحده اون تارت والباقي راح نديرهم دي ميني بيتزا. فوالا هذا راح نخليها كوطي. ودرك راح نحل هذه العجينه هذه كما قلت لكم. راح نعاون روحي لهنايا وانا نحل بالفرينه. ولا هنا كما تشوفوا حبيباتي بعد ما حليت العجينه نتاعي راح نجيب لهنا لومبورط بياس. الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه، يعني الدائره تحبوا ديروها صغيره تحبوا ديروها كبيره. انا راح ندير الحجم المتوسط. وراح نبدا نطبع العجينه نتاعي.
العجينه هذه اللي بقات لي راح نعاود نعجنها باش نشكل بها دوطخ ميني بيتزا. ونجيب هذا راح نحطهم في سنيوه. بيان سور السنيوه تاعي راح نحط فيها ورق الزبده باش ما يلصقوليش. وراح نجي نحط لاباطا بيتزا تاعي. ودرك يا البنات قبل ما ندخلوا لي ميني بيتزا تاعنا لوفور واش راح نديروا؟ راح نجيبوا لهنا انا عندي لاصوص طوماط اللي ديجا شاركت معكم الوصفه في القناه من قبل، اللي هي حبيبه تاع طماطم ونحطوا لها شويه طماطم تاع الباطا وشويه ماما وفلفل كحل ورند ونحطوها غير تغلي ومن بعد نميكسيوها. راح نجيو لهنايا تو سامبلومون راح نحطوا شويه لاصوص طوماط تاع لي ميني بيتزا نتاعنا بهذه الطريقه. فوالا كيما راكم تشوفوا حبيباتي درت لهم كامل لاصوص طوماط. دركا راح ندخلهم للفرن على درجه 180 درجه في الرف الوسطاني يطيبوا غير نص طياب ومن بعد نجيو نكملوا لهم لا غارنيتور. لو طون لي ميني بيتزا تاعي راهم يطيبوا راح نجي نوجد لا طارطه بيتزا الثانيه. نجيبوا العجينه اللي بقات لي قسمناها على زوج، نجيبوا العجينه اللي بقات وراح نحلوها دائره. هنا برك البنات قبل ما نحلوا لاباطا بيتزا تاعنا راح نحلوها فوق ورق الزبده باش من بعد كي نجيو نحطوها في البلاطو ما نفسدوهاش. نجيو درك حبيباتي الحرف تاع البيتزا كامل تحبوا نحشيوه بالشي اللي بغيناه. انا هنايا عندي راح نعمرو بالسلامي ونعمرو بالفخوماج. هنايا الفخوماج عندي بغبغ. نجيو لهنايا الحرف ونحط يعني لهنايا الحشو راهو اختياري تعمروها باش بغيتو. كيما تنجموا اصلا تستغناو على الحشو هذا، يعني ديروها سامبل بلا حشو في الحراف. راح نجيو دركا لهذا الحرف هذا ونعاودو نطبقوا العجينه تاعنا. هنا بعد ما نكونوا قفلنا على الحرف كامل تاع البيتزا راح نجيو بصبعنا اون فا بيان سودي هذيك لاباط باش هكا ما تتحللناش وما يفسدلناش الشكل. و اون ميم طون احنا قاعدين نعدلو في الدائره باش هكا تجي الدائره مدوره قد فوالا. راح نجيبو دركا لاصوص طوماط وراح نفرغو فيها الوسط كامل. وانا بيان سور بعد ما نحط لاطاق تاعي في السنيوه راح نحطها في لو فوغ على درجه 180 درجه في الرف الوسطاني حتى نشوفوها بدات تطيب نص طياب ونخرجوها نكملوا لها التزيين. فوالا وقلت لكم التزيين اختياري. اول حاجه بيان سور هنايا البيتزا تاعي طابت نص طياب راح نجي نحط فوق الحبيبات شيدار. يعني هما لي فخوماج هما اللي يزيدوا النص في البيتزا. تسمى على قد ما تكون نوعيه الفرماج تاعكم مليحه على قد ما حتجي البيتزا بيان سور مليحه. راح نجي لهنايا نحط الغريير. شويه دبشه. عندي هنايا حبيبات راح نديرهم بالسلامي. نحط الزيتون زيت فرomage à tartiner. وكاين اللي راح ندير فيهم طون وكاين اللي راح ندير فيهم فيوند هاشي.
فوالا هكا نكون كملتهم. وقبل ما ندخلهم راح نجيب لا كريم فخاش هكا، راح نصب عليهم غير شويه. وذاك حبيباتي راح ندخلهم للفوغ يكملوا الطياب نتاعهم حتى يذوب الفرماج، ونشوفوهم في طبق التقديم ان شاء الله. وبنفس الطريقه راح نقارني البيتزا الفورما كبير. ندير لها صفر بيض على البورتور نتاعها باش تحمر لي مليح. كي نشعللها من الفوق، ها البيتزا مادام دورتها يا البنات بعد ما طيب لي مليح من تحت راح نشعل من الفوق باش تحمر لي الحرف نتاعها. هذه يا حبيباتي البيتزا تاعي بعد ما خرجتها راح نحيها من السنيوه. ونقرب لكم تشوفوها كيفاش تجي. شوفوا ما شاء الله تجي تهبل وما نحكي لكمش على العجينه، راهي تجي قطنيه بأتم معنى. هي حبيباتي وصفة النهار اليوم دي ميني بيتزا بعجينة اللي هايلة يا البنات. نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم صحة سحوركم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.